عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيك يومي بجوج ديال البيضات. غادي نحتاج جوج ديال البيضات، عندي كاس ديال السنيده. غادي نخدم مزيان هذا البيض مع السنيده، ودابا غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت ما عندي كاس ما عامرش، اي مكون دفنان كنبقاو نحركو. وعندي كاس ديال عصير الليمون. بالنسبه عصير ديال الليمون ممكن ديروا كاس ديال الحليب او كاس ديال الياغورت. انا عندي الليمون، هذا علاش درت الليمون. كيس ديال الفاني، انا كنستعمل هذا ديال زهره البرتقال، تيعطي واحد النكهه زوينه، تجي الريحه تاع الكيك زوينه. دابا غادي نضيف الدقيق، جوج اكياس ديال خميره الحلويات، غادي نضيف شويه ديال الملحه، نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، غادي نجيب المول، غادي نكب هذا الخليط. عندي هنا شويه ديال التمر، انا درتو في الطحين وغربلته غير باش ما ينزلش. غادي نزين به هكا. صافي دابا غادي ندخلها الفران على 180 درجه. انا كندير الفران بارد ما كنسخنوش، نشعلوا عليها من التحت حتى طيب ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هو دابا بعد ما خرجته من الفرن غادي ندير فيه واحد الثقب باش غادي نسقيه بالعصير ديال الليمون. هنا كاس ديال عصير الليمون، وغادي نسقي هاد الكيك وهي سخونه، والعصير ديال الليمون يكون بارد. غادي نخليها حتى تشرب وغادي نشوف له التزيين النهائي. غادي نضيف كاس ديال الليمون، معلقه صغيره ديال السكر. بالنسبه لهاد المرحله كتبقى اختياريه، ممكن نحتفظوا بالكيك كيف ما هو. غنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال مايزينا. غادي نخلط تحريك مستمر حتى يعقد لي هذا الخليط. بعد ما عقد الخليط غادي نضيفو فوق من هذا الكيك. النهائي ديال الكيك اللي وجدنا. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، الى فيديو قادم.